أنا اتخرجت أخيرا من كلية الطب، ولسه شارب كوبايه شاي بالنعناع. وحقيقي انا دلوقتي اقدر اقول فاضل لي يوم واحد. كنتش متخيل ان انا ممكن اوصل للحظه دي. ان شاء الله اخر يوم ده واحد من احسن الايام اللي عدت عليها في حياتي. بس الحقيقة مش دي كانت البداية. انا لسه خلص القهوه بتاعتي وباقي من الزمن يوم واحد بس. يمكن عشان اوصل لليوم ده اتكلفت اكتر من 80 يوم تحضير، مجموعه من التشاكيل ومجموعه من الاقلام، ليالي صعبه ومحاولات غير مكتمله، بس املي في ربنا كبير ان الفتره تعدي على خير. بكره زي دلوقتي هي بدايه اخر امتحانات في حياتي. المشاعر اللي كانت ملازماني في الطريق حقيقي كانت مشاعر غريبة، ولكن كان غالبها القلق. لكن الحمد لله أول ورقة بطنة عدت على خير، ومن غير أي راحة التحضير للورقة التانية بدأ بعد أقل من ساعتين من الامتحان ده كان امتحان كيسز، والنوع ده من الامتحانات أنا بفضل إن أتعامل معاها بطريقة التلخيص، فكنت محضر كل اللي أحتاجه في الكام ورقة دول، والحمد لله الامتحان عدى على خير. النهارده كان موعد الورقه الثالثه، وللاسف الامتحان ما كانش احسن حاجه، وانا بصراحه محبط من الصبح. باقي بس يوم ونص على الامتحان الجاي، وده معناه ان مفيش وقت اننا نزعل او نتضايق، فخلينا نكمل. الوضع دلوقتي الحقيقه يعني يمكن جدا موتر. دول بس 8 ساعات ومفروض يجي موعد النوم الاساسي، وانا لسه ما ذاكرتش تلت الحاجات اللي المفروض اذاكرها. يا بس على الامتحان وانا ما نمتش غير ساعتين تقريبا ولسه متاخر. يعني واحد من اسوأ الامتحانات اللي تضاف لسلسله الامتحانات السيئه اللي احنا امتحناها في الكليه يعني. الامتحان النظري الخامس والأخير في البطنة كان على جزئين، الECG والراديولوجي، وللأسف كان قبلهم برضو يوم ونص، فالمكان كان بمنتهى العشوائية زي ما انتم شايفين. وكالعادة الفترة دي بعد ما خلصت صليت ركعتين قيام الليل، وكنت بدعي ربنا ان الامتحان يعدي على خير عشان كنت قلقان شوية. الساعه دلوقتي 4 الصبح وفاضل تقريبا حوالي 6 ساعات على الامتحان، بس انا محتاج اخد لي كام ساعه نوم وبعدين هنكمل. مع كم القلق والتوتر اللي كان موجود، بس فكرة ان خلاص البطنة مش همتحنها تاني كانت فكرة معقولة. الان خلصنا بطنه نظري يعني ان شاء الله. واحد مستريح الحمد لله، كله عدى بتوفيق ربنا. الراحه جايه بس كله بتوفيق ربنا هيعدي ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. انا كنت خايف من اللحظه دي ان انا اخلص البطنه وهقابل الجراحه، فدايما انا خايف من اللحظه اللي انا خايف منها فعلا، لحظه الحقيقه يا عم ان شاء الله. والله ولان كان بقالي 33 يوم لاول مره في حياتي ما خدتش يوم واحد بريك، فقررت ان اليوم ده هخرج مع صحابي وهجرب حاجه مختلفه. فطلعنا على نادي بترشيح واحد من صحابنا بيعمل كاياكينج، وجهزنا نفسنا، والاجواء في اليوم ده فعلا كانت تحفه، وانا كنت خلاص مهايبر يعني. وفي نص الهايبره كنت عمال اسالهم اسئله ملائمه جدا للمكان. لو دي اخر لحظه يسأل ليك في الحياه هتعمل شمال يمين. بعد البريك بدأت فترة التحضير للجراحة، واللي كانت حوالي أسبوعين. روتيني في الفترة دي كنت إني بصحى الساعة 8 أو 9 الصبح، بعدين باخد جلسة مذاكرة 3 ساعات بينهم بريك خفيف، وبعد كده بريك طويل، وبكرر الموضوع مرة أو 2 تاني على مدار اليوم. ده تاني يوم في محاوله كسر الروتين ما قبل الجراحه، والواحد محمسه الشديد يعني الصراحه انه يخلص الجراحه والهم ده يخلص، بس في نفس الوقت مش قادر يعني. عدى وقت طويل، يمكن 4 شهور قاعد في البيت، فاللي هو تعبت الصراحة. والنهاردة بكسر كل القواعد، أنا على السطح في مكان يمكن غير مهيأ للمذاكرة المثالية، والسيتنج بتاع المذاكرة اللي أنا قاعد فيه في أوضتي. بس هي الحياة كده يعني، ده تمن وأعتقد إحنا بندفعه يعني. أتمنى بس إن أقدار ربنا تكون طيبة بينا يعني إن شاء الله. والواحد يمكن من الحاجات اللي بتصبره إنه المقولة لأحد الصالحين إن ربنا قد كفاك بالأمس ما كان فسيكفيك في غد ما سيكون. فنتمنى يا رب إن شاء الله إن القدر يكون هين بينا، والامتحان أو ال3 امتحانات اللي جايين النظري يعدوا على خير يعني إن شاء الله. وعارفين المقولة اللي بتقول إن هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا بغير الهزيمة ما دمنا قررنا ألا نموت قبل أن نحاول أن نحيا. فدي محاولتي إن أنا أعيش. يمكن دي خلص اللحظات الاخيره يعني قبل اخر يوم. انا اولموست خلصت الحاجات اللي عايز اعملها، ودلوقتي هي الستيج الاخيره اللي انا بقرا فيها المنهج قراءه سريعه عشان افتكر اهم النقط يعني. منظر النور قافل
وانا شغال على النور بتاع الاباجوره، وده عشان انام ادخل في مود النوم يعني. وده منظر النوتس الاخيره هرجع لها كمان شويه. ودلوقتي انا بعمل الستيج الاخيره بتاعت القراءه. انا دلوقتي في الجزء بتاع البريست، وكده فاضل لي بريست وثايرويد، فاولموست قدامنا ساعتين على النوم. ان شاء الله ربنا يكرمنا على خير. الحمد لله كنت رايح الورقه الاولى جراحه نايم كويس وبشرب القهوه بتاعتي ورايق وانا في الطريق، وده لانهم ادونا فتره كافيه قبل الامتحان. وحقيقي بعد السنين دي كلها ما دام الاوبشن ده موجود فليه هم بيصروا يزنقون؟ ما علينا. اول ورقه جراحه ضن. فترة التحضير للورقة التانية جراحة كانت حوالي 10 أيام، بس يمكن أهم ميزة ساعدتني في الفترة دي هي النوتس اللي أنا كنت واخدها بنفسي أيام المذاكرة، وكمان محاضرات الراجل العظيم ده. الساعة دلوقتي 10 وشوية تقريبا. أنا طلعت على السطح، فاضل يومين بس على الورقة التانية جراحة اللي هي جراحة الGIT. والصراحة الموضوع مش سهل أوي. أنا طالع متكلفت لابس دفاية ولسه شارب كوباية شاي بالنعناع. اليوم كان بادئ ببوتنشال كويس يعني الصراحة، بادئ صحي الساعة 7 الصبح وحاجات كده، بس سقطت في النص يعني شوية. دلوقتي بحاول أربب يعني وكده، اللي أنا لميته على مدار الكام يوم اللي فاتوا، فمتأخر شويتين. بس اللي أنا عايز أقوله إنه أنا مريت على الفترة دي بلحظات كتير مش سهلة، بس يمكن أكتر حاجة مميزة إني ما بطلتش أحاول لحد قبل الامتحان بيومين. طالع أهو على السطح وفي جو ساقع جدا، بس عشان اليوم ما يضيعش مني بحاول انجز على قد ما اقدر اي حاجه فيه. كل مره ببعد وبروح لربنا بقول يا رب ان انا لسه بحاول، بس كده. يمكن خلاص شبه اتعودتوا الطريق الكلية بيكون فيه القهوة وبيكون فيه مراجعة سريعة للنوتس الأخيرة وقليل من التأمل في الطريق. في طريق الرجوع للبيت الفترة دي كنت بركب سكوتر، وده احتفالا بأن الامتحان كان حلو. وأخيرا وصلت لأهم لحظات في السنة، الامتحان النظري الأخير. والامتحان ده لو عملت فيه حلو هيبقى معناه اني اتخرجت رسميا، وباقي الامتحانات عشان احافظ بس على التقدير. وبما انها زي افراج كده بعد 5 سنين ونص، فاول حاجة عملتها اني كنت لازم اروح زيارة سريعة للحلاق. وحقيقي انا دلوقتي اقدر اقول انه انا فاضل لي يوم واحد غير النهارده وتبقى رسميا الرحله اوشكت على الانتهاء، عشان هيبقى الدرجات اللي محتاجها تقريبا خلصت، وبالتالي احنا هيبقى فاضل لنا تحصيل حاصل من الاخر. هنبقى في خلال يوم متخرجين من كليه طب ان شاء الله. انسين بجد. كل شويه اقوم واروح اقول لماما خلصنا عملنا الرحله بتنتهي بعد 17 سنه مذاكره. الحمد لله يا رب بجد. يعني الواحد ما كانش حاسس ممكن يحصل ده. الفكره ان انا دلوقتي بحاول اعالج عشان اهدى، عشان اكمل مذاكره. انا فاتح بقى الفايل اللي هو بنراجع فيه بقى امتحانات السنين اللي فاتت وكده، عشان الامتحان الجاي MCQ. فان شاء الله يعني تعدي على خير، ان شاء الله تعدي على خير. بعد ما دونت رحلة التحضير للامتحانات كاملة، بفكر نفسي فيها كل يوم إن الأمل شيء جميل، ومفيش شيء جميل بيموت. وصلنا للحظات الأخيرة. دلوقتي طلعت على سطح البيت هذاكر فوق عشان الشمس وكده، يعني هم في الشتاء. وبجد يا جماعة هو شعور جميل يعني، ربنا يكتبه على كل مشتاق. وكأنها ليلة العيد، كل شوية أقوم من على المذاكرة وأروح أقول للبيت كله إني بتخرج خلاص، ولكن في النص كان في حدث مهم. جاكيت تخرج الدفعة بتاعي وصل، وده معناه إن حماسي لبكرة تضاعف حرفيا. ومن ساعتها وأنا بذاكر على أغاني التخرج. وأخيرا بعد كل الأيام دي أحسن لحظة انتهت مذاكرة النظر. وكالعادة كنت لازم أصلي ركعتين قيام الليل، والمرة دي ما كنتش قادر أدعي بأي حاجة غير إني بس أقول الحمد لله على كل اللحظات اللي ربنا كان فيها جنبي، والحمد لله إني وصلت لليوم ده. 10 ساعات وامتحن إن شاء الله آخر امتحان نظري في حياتي. مشاعر صعبة يعني. أنا بحاول ألملم ساعات والله والطاقة اللي الواحد يذاكر بيها النهاردة،
موضوع صعب، مشاعر جميلة يعني. شعور مثلا وانا بستلم الجاكيت ده كان حصل لخبطة كده شوية، وحاولت عشان يعني استلمه بحيث اروح بكرة بيه ان شاء الله، المفروض يوصل متأخر وكده. شعور انا مكنتش متخيل ان اوصل للفرحة دي، انا كنت مبسوط بشكل هستيري بجد. وفي اليوم المنتظر صحيت الساعة 6:30 تقريبا، أخدت الدش سريع وبعد كده حضرت القهوة بتاعتي وبدأت أجهز في اللبس بتاعي. وفي اللحظات دي أنا فعلا كنت طاير. المشاعر دي أنا استنيتها سنين حرفيا، وخصوصا في الليالي الأخيرة ومع صعوبة الأيام كنت فعلا بتمنى أوصل لليوم ده. انطلقت للكلية وأنا حاسس إن كل الأجواء حواليا بتشاركني الفرحة. الدنيا زي الفل، خلاص يا اسطى. ازاي فجأة كل العالم يبقى بالبهجة دي؟ أجمل حاجة إن أهالينا كانوا موجودين وعمالين يحتفلوا معانا، وأهلي جم يا جماعة. حقيقي أنا مدين لبابا وماما كل حاجة حصلت في حياتي، ربنا يحفظهم ليا. دلوقتي الحمد لله. مبروك مبروك يا ساره، الله يبارك فيك. الكلية واللحظات دي هتفضل محفورة في ذاكرتي لحد ما أموت. بجد دي أجمل أوقات أنا عشتها، مش متخيل. يمكن في حياتي كلها. اكتر اللحظات اللي انا فخور بيها الصراحه. مش متخيل ان انا ممكن اوصل للحظه دي. بس هي مش سهله، ما كانتش سهله صراحه، عمرها ما كانت سهله. عدد لا نهائي من المحاولات عشان اكمل، ضغط رهيب. 4 شهور وشويه قاعد في البيت مش بعمل اي حاجه، ودي اكتر حاجه انا مش متعود ان انا اعملها يعني. فانا فخور الحمد لله، ربنا كريم والله، ربنا كريم. النهارده يوم جميل يعني. قابلت فيه كل الناس اللي شفتهم على مدار 5 سنين، وبجد مبسوط الحمد لله. حاسس ان انا لا، رحله كانت جميله يعني. التيشيرت ده كل الناس موت عليه. تقريبا كل الناس اللي عدت في الرحله بتاعت طب. الحمد لله الحمد لله. كلام مش لاقي كلام بصراحه، بس يعني اهم حاجه ان فعلا ربنا كريم والرحلات بتخلص يعني. ده عهد الرحلات كده كده، المهم ان هي تخلص واحنا فخورين بالمحاولات بتاعتنا. قضيت اليوم كله بين صحابي في الكلية وصحابي في المدرسة، بس أخيرا وصلت البيت. الساعة دلوقتي 4 الصبح وأنا لسه داخل البيت، وأقدر أقول إن ده واحد من أحسن الأيام اللي عدت عليها في حياتي. بعد اليوم ده الحياة ما رجعتش زي ما كانت. كان عندي 6 امتحانات عملي، ومعايا مهمة واحدة أبسط بكتير بالنسبة لي، وهي إني أحافظ على التقدير بتاعي. وبتاريخ 30 يناير عام 2024 ظهرت نتيجة آخر سنة طب بتقدير امتياز، ورسميا بقيت الطبيب عبد الرحمن عبد المنعم الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير امتياز القصر العيني. وأنا لسه مصدق من أول الرحلة إن الأمل شيء جميل ممكن يكون أجمل الأشياء، ومفيش شيء جميل بيموت. ألقاكم قريبا.
منعم يوثق.